في مستند الحقيقة برضو بيهمني ان انتوا حضراتكم تعرفوا ايه اللي فيه، لانه بيتكلم عن احداث الاتحادية تحت عنوان استقراء هام. بيقولوا احداث الاتحادية مرت من خلال 2 سيناريو مختلفين، نعرض سريعا الى اوجه الفرق بينهم. 1. السيناريو الهجومي يوم الاربعاء 5/12/2012، تكسير خيام المعتصمين، يعني هم اللي بيقولوا ان هم اللي كسروا خيام المعتصمين. بيقولوا ان ايجابيات هذا السيناريو استطاع وقف محاولة الانقلاب المخطط له. طيب والسلبيات؟ اتهمنا اعلاميا بالضلوع في الحادث ولم نستطع تقديم ادلة دامغة تبيض صفحتنا وتطهر وتظهر حجم التعدي علينا. الخسائر: فقدنا حوالي 10 شهداء وأكثر من 1500 مصاب. السيناريو الثاني بيسموه السيناريو الردعي يوم الجمعة 7/12، وقفات مدينة الإنتاج الإعلامي، ربع العدوية، مسجد الرحمن الرحيم. بيقولوا الإيجابيات: قطع رجائهم في الانقلاب بهذه الصورة نهائيا. السلبيات: محاولة تشويه إعلامي عديمة القيمة لعدم وجود خسائر. الخسائر: 2 من المشاركين دهسوا بسيارة محمد أبو حامد. بيقولوا بقى إن إذن من الواضح أن السيناريو الثاني كان أنجح وأنجع من الأول بكثير، لذا سنبني على ضوء تصورنا أو تصورهم يعني بالنسبة ل 30/6. دي تقريبا جميع الملفات اللي عرضنا على حضراتكم ما بها من معلومات وما كان تتعامل به هذه الجماعة مع الشعب المصري. في نهاية هذا العرض للمحور الأول من المؤتمر، قررت اللجنة على ضوء ما سبق عرضه: أولا، إبلاغ النيابة العامة لفحص المستندات التي تم العثور عليها لإجراء التحقيقات بشأنها حسبما تسفر عنه من جرائم. ثانيا، تشكيل لجنة من المتخصصين من أساتذة التاريخ والوثائق والمكتبات والخبراء لتوثيق هذه المستندات لتكون مرجعا باعتبارها جزء من تاريخ مصر. ثالثا، اختار جميع الجهات الحكومية بأسماء العاملين بها التي وردت في هذه المستندات لاتخاذ شؤونها معه. ده كان المحور الأول من محاور المؤتمر. من خلال هذه المعلومات أيضا بيتضح أن هناك بعض الحقائق فقد تم الكشف من خلال هذه المعلومات أن هناك تواصل بعض العاملين بأجهزة الدولة بقيادة حزب الحرية والعدالة عقب وصولهم للحكم، مما أدى لحدوث اختراقات أمنية بهذه الجهات. ترشيحات الحزب لتولي بعض الشخصيات العامة بالوزارات مناصب قيادية ومحافظين وبعض رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة. العديد من المشروعات القوانين المعدة للهيئة القضائية والأجهزة الأمنية بهدف تفكيكها وإحكام السيطرة عليها. كما أوضحت النتائج اهتمام الحزب الإخواني المشار إليه إلى تجميع كافة المعلومات المتعلقة بأمور الدولة، حيث رصدت النتائج ما يلي: تسريب العديد من الأوراق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وبعض الوزارات للحزب، ومن أبرزها كما قلنا ملف التمويل الأجنبي، إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك والسابق إعداده بمعرفة وزارة التعاون الدولي
وأيضا حركة الترقيات والتنقلات لقيادة وزارة الخارجية. أيضا حرصه السياسي على تنفيذ بعض الإجراءات والخطوات لبسط النفوذ على كافة مؤسسات الحكومة المؤسسات الحكومية والتنفيذية بهدف أخوانتها